القاهرة 72 قدام فيلا 2 وسط شجرتين. كان منصور بيشد نفسين وتقريبا بياكل السجارة كده ولا ايه؟ منصور متراقب بأحكام يا فندم. مكانك راجل في شارع 6 يعني. ركزوا معايا يا شباب، اوعى تكبر. حطك في دماغي وبراقبك وحراقبك. احب اعرفك منصور جاسوس منصور. رياسة حول اطلب تعليمات. قول في المراقبة. انت سيبناه المرة دي، وعلشان هو ليه قرايب مهمين. ابوه من اهم رجال المقاومة في الارض المحتلة. طب بصراحة بقى انت ضابط مخابرات بخيل. ده انا انت سرعة عسكرية اللي طلبتها يا ابو جودة. انا مبسوط ان ليلى معانا في الفيلم. انا عايز ابوسها. بس المشهد ما فيهوش بوس. بقى مش كفايه بوس عليك يا نجم. ازاي؟ لا ده انا هقلبها. عارف البت بوسي يابا اللي ابوها بيشتغل خاين ده؟ مزه قوي يابا، انا عايز اتجوزها بس هي اخلاقها مش تمام، وسمعت انها بتشرب سجاير. قلت لك لو اتزوجتها. منصور مساعد توبي رجع تاني. جاهز اذن النيابة. حكمت المحكمة العسكرية على المتهم بالإعدام شنقا. اللي زي منصور يستحق الاعدام مليون مره. اللي ما يعرفوش قيمه بلدهم وابطال بلدهم زي جمعه الشوال ورأفت الهجان محمد صلاح، وكمان مره محمد صلاح. ربنا يشفيك يا بطل، ربنا يشفيك يا بطل. عاوز تعيش؟ طبعا ربنا يخليك. بشرط موافق. انا هعمل معاك صفقة. اقلع هدومك، اقلع كل هدومك. مش سامع؟ المناخير عاوزة تظهر شوية والتاني كمان تظهر. ايه رأيك لو عملنا لك عملية تجميل؟ على فكرة لازم تخس شوية وتشيل الشنب ده كمان. نعم مش فاهم حاجة. مناخيري شنبي دقني وهنقطع لك صباعك كمان. بس يا فندم الفكرة اللي انت بتقولها دي اتعرفت في 300 فيلم عربي. شفتهم كلهم، وده اللي مخليني متمسك بالفكره اكتر، لان من كتر ما اتهرست محدش هيفكر ان احنا هنعملها تاني. مفيش داعي للانكار، اعترفي. اتقبض على بوسي اللي هي سحر وبيتم تعذيبها منور. نقفل النور ونفتح نور الاباجوره في وش المجرم. هتعملوا فيها ايه؟ على شوقك طبعا. الا اذا يعني. قول لي اعمل ايه؟ انا سمعتك هعمل ايه بقى؟ خدي بقى الميكروفيلم ده اديه لابو جوده بدل التاني. اهلا يا سحر يا حبيبتي. انا ليت عليك قوي، اتاخرت ليه كده؟ وسحر طبعا بتكذب على بوجودة عشان يسيبوا منصور في حاله. وصف سحر حرفيا هو لكل عاشق وطن، لا بتحب مصر ولا بتحب العدو. طب جننها ليه؟ عشان يتريق عليا. المهم دلوقتي برد الضربة المحيي. اكتبي السيد المحترم محيي بيه إدارة المخابرات العامة المصرية. حط ده في ده. اكتبي العنوان اللي هملهولك ده بقى. 34 اوكسفورد ستريت لندن. الدور الرابع. شكرا على هديتك. أرسل مع هديتي لك صور لبعض مطاراتكم السرية جدا. كذا رد سحر على رسالتكم. صديقك المهندس. اهلا. انا عايزك عز الدين تبقى نسخة من منصور. كرشك كبير يا عم مش كده اهو. يعني هتعملها مباصة مع اختي بقى؟ مش هتكلمني عن صاحبك؟ شكلك بيقول اني منصور. وطريقتك منصور. اخلاقك منصور. عقلك عقل يا سيدي. خايف منكرش. ده مطلوب. واثق من نفسك. ده اكيد هترجع يا عز الدين ومعايا الحقيقة. استر يا رب. وانا بصور الخواجة سام 6 في اسكندرية كعملت في حتة معلومة انما ايه نص مليون دولار. معلومة هتغير تخطيطكم الحرب كله. شالوم يا حلو. وبيدخل عز الدين بيت منصور على اساس ان هو منصور، وبيبوس عز الدين اخت منصور على اساس ان هو منصور برضه. وبختك 10 دقايق بوسوا احضن. شالوم يا ابني اتكلم معانا بخرص ولا ايه؟ ايه بقى المعلومة الجديدة الخطيرة اللي عندك؟ نص مليون دولار الاول. مصر هتعمل القنبلة الذرية. مصر ستصنع قنبله ذريه. علشان نتأكد من المعلومة دي لازم نعرضك على جهاز كشف الكذب. وطبعا عز الدين بيلبسهم الحوار ويلبسهم الجلاشه ويلبسهم حاجات كتير قوي يعني. هو بيقتنعوا بكلامه بس لسه مش عارفين الجهاز اللي شافه ايه هو بالظبط. او خبير الذرة هيتكلم معاك شوية. هو جهاز ايه ده؟ ها؟ لو جبت لك صورة تقدر تتعرف على الجهاز. اهو كده بقى تريح نفسك وتريحني.
الصور دي مش مبينه حاجه. هتروح معانا المفاعل في ديمونه عشان نحدد الجهاز اللي شفته. سحر اللي هي بوسي اكتشفت ان هو مش منصور. ازاي بقى؟ من واحد نعم يا اخويا، انا ما حدش عرف مني غيرك. ما انا كلامك انك مش بنت بنود. ومين بقى اللي قال اني مش بنت؟ انت عاوز تهرب من جوازي؟ انا مستعد اتجوزك دلوقتي حالا. وعارفه كمان اني كنت حامل منه. بس مش مهم، ده مش دليل يعني. لكن اتنين، اديني ظهرك. حاسس بحاجه؟ مفيش حاجه بتشكك؟ معقول صابع النعمة دي تشك؟ فين الشعره؟ شعرة ايه؟ البيضه. بيضة؟ ايه بس يا سحر؟ يا اخي افهم، ادي البيضه وادي اللي هيعيش فيها، فهم؟ مش فاهم حاجه ابدا. قول لمنصور وهو يفهمك. منصور عنده شعره بيضه تحت كتفه الشمال، يعني انت كنا بنشيلها له. ايوه اللي بتشكه لما تكبر، لو بصيتي عليها مش هتلاقي لها اثر في ظهره، وسالتيها هتلاقيه مش عارف عنها حاجه. كل ده للشعره، لان ده دليل قاطع. يعني ده مش منصور؟ ده زعلت ولا ايه؟ اسمعني انا فرحان. انت بتقول لي انت اسمك ايه؟ مالك؟ يا ابني بلاش الحركات دي معايا. من شبرا. انت اسمك ايه؟ ده كابتن. انت اللي كابتن و60 كابتن كمان. انت صدقت كلام سحر، قلت لي انك خليت سحر تشك فيك، ليه؟ حركه ندالة صغيره كده عشان اخلع. دي مجرد اجراءات امن. بس طبعا اياميها لو كان في كاميرا مستحيل كان ده يحصل. يلا بينا نروح المفاعل. وفعلا عز الدين بيعرف المعلومه اللي جايه عشانها، هل هم عندهم نووي ولا ما عندهمش نووي؟ وبيطلع ما عندهمش نووي. سبحان الله، عندهم جوه، بس ده دلوقتي يعني. ضحك عليك انت كمان. انا اتاكدت انه ضابط مخابرات مصري. تاني يا خاينه. طب اسنان حياتي تمن الدليل اللي حولهولك ده. صحيح انت مش اخويا، بس انا عايزه حد يبوسني، بعدين انت بقى ممكن تزيد فيها. وفجأة يخش شيخ مساعد. يا نهار اسود. انت لسه فاكر يا حاج قلبنا يا راجل، والله العظيم نقتلكوا على غيره. وفجأة بيخبط الباب. مين على الباب؟ ابو جودة. مساء الخير. قلع جزمة. انا اسف. كلامي صح، صدقتني دلوقتي؟ ها هو فين؟ قابلين الساعة 6 بالظبط في المكان زد. ايه؟ لما تيجي هتعرفي. هتروح المكان 6 الساعة 6 بالظبط، تروح تخرم سحر وتيجي على طول، متأخرش. وهي الحياة ايه غير رقص؟ رقصة جميلة بس بتخلص بسرعة. الحياة او الرقصة يعني. كانت رصاصة واحدة كفيلة تقضي على الحاجة، لكن احنا هنضرب وهنخرمها هنخرمها. طبعا الشيخ مساعد عرف القصة كلها وعرف ان ده عز الدين مش ابنه. منصور لازم يرجع. ايه ده بورس ده ولا ايه؟ وفعلا بيقدر عز الدين ان هو يهرب منه، وبيقرر يستخبى عند ابو جود، لان امن مكان ممكن تستخبى فيه هو اخطر مكان. دي حقيقه مش علميه. انت بتتكلم عن مين؟ ابن منصور مقبوض عليه في مصر. اللي عندك ما هو منصور. وافق، جهز منصور عشان يتسلم مع الثلاث الطيار. انا مش هبعتك ليه، هرفض تسليمك. وبعدين ايه الاجواء القديمه اللي انتوا عاملينها دي؟ جايبين لي واحد شبه منصور طالعينه مكانه. في ايه؟ مين اللي عامل لكم الخطه دي؟ محمود المليجي؟ لا، فريد شوقي. صدر قرار بانهاء خدمتك في الموساد. انا جمعت لك كل الاوراق، ابو رابين اللي جاي بدالك قرب يوصل. بلغ محيي ان ابو رابين هو اللي هيلعب معاه من دلوقتي، وانا مشتاق لاول جوله. سلام وحبيب. سلام. وبيتم تسليم عز الدين مقابل 3 طيارين اسرائيليين، مش عارف هما مين الصراحه، بس قشطه يعني قعد بيها، وزائد منصور. الله يسلمك يا فندم. وصلتكم الحقيقه؟ الحمد لله على السلامه. ابوي وحشتني يا ابوي. وحشتني يا ابوي. يا سلام، فرحان قوي. ليه كده يا ابوي؟ عشان ما تضمنش اختك تتخيلك عز الدين، ما انت السبب، انت اللي كنت خاين فبدلوك بيه، وعشان ايدي اطهرك من الخيانه يا ولد.